بص يا سيدي، عارف انت فيلم العتبة الخضراء؟ الفيلم اللي كان بطولة اسماعيل ياسين واحمد مظهر. في الفيلم ده احمد مظهر قدر انه يقنع اسماعيل ياسين انه يشتري ميدان العتبة. طبعا انت ممكن تفتكر ان الفيلم ده من وحي خيال المؤلف، لكن الفيلم ده متاخد من قصة حصلت فعلا، شخصية حقيقية كانت موجودة، وتعال احكي لك عنها. سنة 1890 يتولد فيكتور لوستينج في بوهيميا، وبوهيميا دي جمهورية التشيك دلوقتي. ابوه كان عمدة بلد اسمها هوستيني، وفيكتور من وهو صغير كان نصاب شاطر، يعني كان بيعمل عمليات نصب صغيرة على قد سنه. ولما وصل سن 19 سنة بدأ يهرب من الجامعة علشان يروح يلعب بوكر وبلياردو، وبعد كده ساب الدراسة خالص وبدأ يلف في أوروبا وأمريكا، وده كان عن طريق الرحلات البحرية اللي كانت منتشرة وقتها. معظم اللي نصب عليهم فيكتور كانوا من الناس الأغنياء، واللي كانوا دايما بيركبوا الدرجة الأولى في الرحلات البحرية. الغني من دول ما كانش متوقع إنه يتنصب عليه، خصوصا إن اللي بيتكلم معاه شخص شكله حلو وبيتكلم كويس، وفيكتور كان شايفهم ناس عبيطة معاها فلوس كتيرة. فيكتور كان شاب ذكي جدا وأفكاره كانت جديدة، وكمان كان شاب وسيم تثق فيه أول ما تشوفه. ده غير إنه كان مهتم بلبسه وشكله الخارجي. وكمان فيكتور كان بيتكلم 5 لغات، وطلع على نفسه 47 اسم مستعار، ده غير جوازات السفر المزيفة واللي كانت معاه. تخلص الحرب العالمية الأولى وأمريكا تلغي الرحلات البحرية. فيكتور وقتها قرر انه يقعد في امريكا، وهناك يسمي نفسه الكونت ويبتدي يلعب لعبته. ما تعديش فتره طويله وفيكتور يبقى معروف للشرطه في 40 مدينه امريكيه. لكن فيكتور ما كانش بيتمسك ابدا، وما كانش بيسيب اي اثر وراه. فيكتور كانت افكاره جديده في الزمن ده، ومن الاخر كده كان بيعرف يلعب بالبيضه والحجر. مره جات له فكره، قال لك انا معايا مكنه بتنسخ العمله، صندوق تحط فيه $100، وكل 6 ساعات الصندوق هينسخ ال $100 اللي جواه ويطلع لك $100 زيها. الفكره دي فرقعته تقريبا، كانت من اكتر افكاره الناجحه في الوقت ده. وزي ما بيقول المثل عندنا، الطماع قبل النصاب. الناس لما عرفت الحوار ده جريوا عليه وبدأوا يشوفوا الصندوق واقتنعوا بالفكرة. فيكتور كان شاطر وباع فكرته بمبلغ كبير قوي. فيكتور كان بيبيع الصندوق الواحد ب$30,000، وده مبلغ كان خرافي وقتها. الصندوق بتاع فيكتور كان بينسخ فلوس فعلا، لكنه كان بيشتغل لمدة 12 ساعة. بعد كل 6 ساعات كان بيطلع ورقة ب$100، وبعد ال6 ساعات التالتة بيطلع ورقة أبيض. فيكتور كان بيحط في الصندوق بتاعه ورقتين ب$200، وده كان علشان يقنع الزبون. وبعد ال 12 ساعة الزبون يعرف انه اتنصب عليه، بس وقتها فيكتور يكون خد الفلوس وخلع. وطبعا الزبون ما كانش يقدر يبلغ على عملية النصب اللي وقع فيها. مين اللي هيروح يبلغ على انه اتنصب عليه علشان اشترى مكنة بتطبع فلوس مزيفة؟ سنة 25 فرنسا كان طالع عينها بسبب الحرب العالمية الأولى. البلد خارجة من حرب طويلة واقتصادها واقع والدنيا بايظة، وده كان أنسب مكان لواحد نصاب زي فيكتور. فيكتور ما يكدبش خبر وياخد نفسه يطلع على فرنسا، ولما يوصل فرنسا يستقر في باريس، وهناك أجرى عملية نصب عرفتها فرنسا، العملية اللي خلدت اسمه في التاريخ البشري. في يوم الصبح كده فيكتور كان قاعد بيقرا جرايد وبيشرب فنجان القهوه. كان في مقاله بتتكلم عن مشاكل باريس بعد الحرب العالميه الاولى، وكان من ضمن المشاكل دي اصلاح برج ايفل، البرج اللي كان وقتها على وشك الانهيار، والتكاليف اصلاحه كانت كتيره على المدينه. خبر زي ده ممكن يعدي على اي حد بشكل عادي، لكن فيكتور وقف عنده. فيكتور جات له فكره، بس فكره محتاجة خطة مكارة ومعاها ثقة بالنفس والقدرة على الإقناع وقلب قوي. فيكتور قرر إنه يبيع برج إيفل بالظبط زي ما سمعت كده. البرج وقتها ما كانش حاجة مهمة في المدينة. باريس كانت مهتمة بالكنائس والقصور القديمة، ومنظر البرج نفسه كان بشع بعد الدمار بتاع الحرب العالمية الأولى. علشان كده فكرة فيكتور ما كانتش مستحيلة. وخلينا اديلك معلومة صغيرة خارج القصة بتاعتنا، الحديد اللي معمول منه برج إيفل مسروق من بلدنا الجزائر. المهم إن فيكتور يجيب 6 من أكبر تجار المعادن في فرنسا، ويقرر إنه يعزمهم في فندق 5 نجوم. طبعا التجار صدقوه. فيكتور كان مزور تصريح إنه يتكلم باسم الحكومة الفرنسية. المعلم قعدهم قصاده وقدم نفسه على انه مندوب وزارة البريد والتلغراف، وقعد يتكلم بكل ثقة عن مشروع تصليح برج ايفل، وقال لهم ان الحكومة مترددة في المشروع ده لان التكاليف خيالية، البرج محتاج يترمم كله، والموضوع صعب في الوقت ده خصوصا في الوضع الاقتصادي بتاع فرنسا. علشان كده قررت الحكومة الفرنسية انها تبيع برج ايفل على هيئة خردة. طبعا كل واحد من التجار يطلع عبد الغفور البرع اللي جواه، وقال لك اشيل الليلة كلها. فيكتور اتأكد ان التجار بلعوا الطعم بتاعه، فقال لهم ما تتكلموش عن الموضوع ده لان الموضوع ده سري دلوقتي، ومش لازم اي حد يعرف اي حاجه عنه. الموضوع ده لو اتعرف هيدخل الحكومه في ازمه مش ليها لازمه. وقال لهم انه اختارهم علشان سمعتهم الطيبه والمحترمه، وهو عليه انه يختار واحد منهم علشان يشيل الليله دي. فيكتور حب يعرف مين اكتر واحد كان مستعد للعمليه، فخد ال6 تجار معاه وطلع بيهم على برج ايفل، يعني علشان يعملوا معاينه نظريه. وكل خطوه كان بياخدها فيكتور كان بيحط التاتش بتاعه. يعني هم خارجين من الفندق ركبهم عربيه ليموزين فخمه، الراجل برضه مندوب وزاره، وفي
الجولة دي بدأ يسأل كل واحد فيهم مستعد يدفع كام. فيكتور كان مختار ضحيته من البداية، تاجر مش معروف اسمه اندريه بويسن. اندريه حس انه لو اشترى البرج هيبقى حديث فرنسا كلها وهتتكلم عنه الجرايد في كل اوروبا، الراجل اللي اشترى برج ايفل. بس في مشكلة صغيرة كانت ممكن تبوظ العملية كلها. مرات اندريه كانت انصح من جوزها، ولما شافت ان الموضوع سري قوي الفار لعب في عبها. وطبعا كلنا عارفين زن النسوان شكله ايه، فقالت كل اللي بتفكر فيه لجوزها، واللي بدوره قلق من العمليه. بس على مين يا معلم؟ فيكتور كان بابا الشغلانه وكان عارف يتصرف ازاي في المواقف اللي زي دي. فيكتور كلم اندريه وقال له عايزين نقعد لوحدنا، وبدا يقول له الحياه صعبه والمرتب اللي باخده يا دوب معيشني، وانه لازم يضمن لنفسه طرق تانية تجيب له فلوس بعيد عن شغله. هنا اندريه فهم ان فيكتور موظف مرتشي، وده طمنه انه هيفوز بالصفقه، فقام مديله مبلغ كده على شكل رشوه. وهنا فيكتور قدر يتخلص من ميراث اندريه. العمليه تنجح نجاح زي الفل، وفيكتور يبيع برج ايفل ويقبض فلوسه، وكمان ياخد مبلغ حلو من الرشوه. فيكتور ياخد الفلوس ويطلع على سويسرا، واندريه قال لك بكره جرايد فرنسا كلها تتكلم عني، لكنه يكتشف انه اكبر مغفل في فرنسا. الغريب ان اندريه ما قدمش اي بلاغ للشرطه، وتعدي العمليه من غير اي دوشه بالنسبه لفيكتور. فيكتور اللي كان فاكر ان باريس كلها بتدور عليه بعد العمليه، لكن طبعا ما يحصلش الكلام ده. فيكتور يرجع باريس بعد شهر من العمليه، وكان مستعد انه يكرر العمليه بكل خطواتها. بس المره دي التاجر اللي اتنصب عليه ما سكتش زي اللي قبله. الراجل طلع على الشرطه ومعاه كل الاوراق المزوره، وقدم بلاغ انه اتنصب عليه، لكن كالعاده فيكتور كان خلع وما كانش سايب اي اثر وراه. فيكتور اللي باع برج ايفل مرتين ونجح في المرتين دول. طبعا كل عمليه كانت بتنجح كانت بتخليه يثق في نفسه اكتر، ومن ثقته في نفسه راح نصب على الكابوني. وطبعا الكابوني واحد من اشهر زعماء المافيا في تاريخ امريكا. فيكتور قدر يقنعه انه ممكن يشغل له $50,000. فيكتور خد منه $50,000 وخلى معاه الارباح لمده شهرين. بس فيكتور حس انه بيلعب بالنار، وخاف من المافيا انها تخلص عليه لو عرفت الحقيقه، فرجع الفلوس للكابوني وقال له ان العمليه خسرت. الكابوني عجبه فيكتور اللي ما ضحكش عليه، فاداله $5,000 مكافأة على امانته. فيكتور كان فخور بنفسه قوي، وكان بيستغل اي فرصة علشان يحكي عن انجازاته، ازاي هو ذكي وازاي كان بيلعب بالضحايا بتوعه. النصب ده فن مش عن الفخر ده خلى فيكتور يحط وصايا لفن الاحتيال. خليك مستمع كويس قوي ومش تتكلم بسرعة، اوعى يظهر عليك انك زهقت من الضحية، اوعى يكون ليك اي رأي سياسي، وشوف اللي قدامك رأيه ايه وانت وافق عليه. خلي اللي قدامك يكشف عن معتقداته الدينية، وفي الاخر قول له انك زيه. ما تتكلمش عن اي امراض ممكن الضحيه يخاف منها، ومش تتدخل في اللي مالكش فيه ولا تدور عليه. واللي عايز يقول لك حاجه هيقولها من نفسه، ومش تبقى فخور بنفسك، الضحيه هتهتم بيك لوحدها. وخليك دايما نظيف وشكلك حلو. فيكتور فضل شغال في عمليات النصب بتاعته، واخر عمليه لفيكتور كانت عمليه تزوير فلوس. العمليه دي هددت الاقتصاد الامريكي كله. فيكتور اتقبض عليه سنه 1935 وهو معاه الفلوس المزيفه. الغريب بقى ان فيكتور ما اتقبضش عليه عشان غلطه عملها. فيكتور كان بيحب واحده وكان حكي لها على كل حاجه، بس الواحده دي اكتشفت انه بيخونها فبلغت عنه. فيكتور اتقبض عليه لكنه يهرب بعد كده. فيكتور عمل حبل من ملايات السرير بتاع الحجز اللي كان فيه، والحبل ده قدر يهرب بيه من شباك الحجز بتاعه. الناس في الشارع شافته وهو بيهرب، فعلى طول طلع قماشه وعمل نفسه عامل نظافه، وبعد كده يكمل هروبه بشكل عادي. لكن فيكتور يتقبض عليه مره تانية ويتحكم عليه ب20 سنه سجن. فيكتور اتحط في سجن الكاتراز الامريكي. فيكتور النصب كان بيجري في دمه، كان على طول بيقدم شكاوي انه تعبان، وفي يوم يبعت شكوى يطلب فيها وصفة طبية. الحراس كانوا خايفين انه يهرب مرة تانية، وانه عامل خطة المرض جزء منها، لكنه في الاخر يروح المستشفى، وتثبت التقارير الطبية ان فيكتور عنده التهاب رئوي، وفي المستشفى يموت بمضاعفات المرض ده. وتنتهي قصة فيكتور يوم 11 مارس سنة 1947. فيكتور ما كانش في حد يعرف حاجة عن حياته، كل كلامه كان عبارة عن حوارات. يعني مثلا في السجن كان اسمه روبرت ميلر، وده كان واحد من الاسامي المزيفه اللي كان عايش بيها. هتقولي طيب عرفت منين حكايته؟ هقولك، في السجن اتعمل معاه مقابلات صحفيه، هو قال اسمه وقال ان ابوه كان عمده هوستيني، بس في تصريحات تانية قال فيها ان ابوه كان فقير جدا، وبرر انه اشتغل في النصب علشان يقدر يعيش حياته. سنه 2015 يقرر مؤرخ انه يروح بلد فيكتور، وفضل يدور على اي اوراق تتكلم عنه لكن ولا الهوا. فيكتور اللي محدش يعرف ده اسمه الحقيقي ولا لا. فيكتور اللي بقى واحد من اشهر النصابين في التاريخ، كان بينصب بكل هدوء ويفلت بكل سهوله. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عوض، واستنوني الحلقه الجايه. سلام.